دنباش، تعلمنا في فيديوهات سابقة كيف الواحد يعرف عن نفسه أو ينسب شيء لحاله من خلال استخدام الضمائر الشخصية أو ضمائر الملكية في اللغة الكردية. قلنا على سبيل المثال از ماموستا ما، از آزادم، أو اف بردوكا منا، أو هفالي منا. طيب اليوم رح نتعلم كيف مننفي هيك جمل. أداة النفي في الجملة الاسمية الكردية هي نا. على سبيل المثال إذا بدنا نلغي جملة اسمية في اللغة الكردية منحط الأداة نا بعد الضمير الشخصي أو ضمير الملكية أو اسم الإشارة. ناخذ كم مثال. أف نا بردوكا منا، طبعا أف مثل ما أخذنا سابقا اسم إشارة، أو نا هفالي منا، حطينا بعد اسم الإشارة أف أو نا لا ننفي الجملة. طيب إذا استخدمنا نا مع الضمير الشخصي بيكون على هالشكل: أز نا ماموستا ما، أز نا ماموستا ما، أز نا آزادم، أز نا آزادم، حطينا بعد الضمير الشخصي نا مباشرة. بناخذ مثالين كمان مع ضمير الملكية. هفالي من نا أذا، هفالي من نا أذا، بردوكا من نا أوا، بردوكا من نا أوا. طيب رح أعطيكم جملتين ويا ريت لو تنفوا لي إياها بالتعليقات. أز ج شامي ما، أز ج شامي ما. الجملة الثانية: أز ل قامشلوي ما، أز ل قامشلوي ما.